تخيل معايا، عملة واحدة بس جوه دولة واحدة بقت هي الحاكم الأكبر للاقتصاد العالمي. عملة لو حصل فيها اهتزاز بسيط تلاقي دول كاملة بتنهار، ولو قوتها زادت تلاقي دول تانية بتتنفس الصعداء. إزاي؟ إزاي عملة أمريكية محلية بقت هي المتحكمة في اقتصاد العالم كله؟ في الفيديو ده هنرجع مع بعض بالزمن ونفهم إزاي الدولار مسك العالم من رقبته، وإيه اللي هيحصل لو فقد سيطرته. زمان قبل الحروب العالمية ما كانش فيه عملة واحدة متحكمة. كان فيه عملات كتير قوية زي الجنيه الاسترليني والفرنك والين والدولار، محدش فيهم المسيطر 100%، لحد ما حصل الزلزال، الحرب العالمية التانية. العالم اتدمر، أوروبا اتكسرت، الاقتصاد وقع، والدولة الوحيدة اللي طلعت من الحرب دي واقفة على رجلين كانت أمريكا. هي اللي معاها الذهب، هي اللي معاها المصانع، هي اللي معاها السلاح. فطبيعي جدا إنها تقول للعالم: اسمعوا يا جماعة، من اليوم ورايح الدولار هو القاعدة. سنة 1944 مجموعة ضخمة من الدول اجتمعت ووقعت اتفاقية مشهورة جدا اسمها اتفاقية بريتون وودز. الاتفاقية دي قالت التالي: كل عملة في العالم هيبقى ليها سعر ثابت مقابل الدولار، والدولار نفسه هيكون ثابت مقابل الذهب. يعني لو معاك دولار كأن معاك ذهب بالفعل. بكده الدولار اتحول لأقوى عملة في العالم، لأنه العملة الوحيدة اللي مدعومة بالذهب. ومن هنا السيطرة بدأت. لكن في سنة 1971 حصلت الخدعة الكبرى. الرئيس الأمريكي نيكسون فجأة أعلن: إحنا مش هنربط الدولار بالذهب تاني. يعني باختصار، الدولار بقى ورقة ملهاش غطا ذهبي. لكن المفاجأة، العالم كله سكت. ليه؟ لأن العالم في الوقت ده كان اتعود يعتمد على الدولار في التجارة، وكان مستحيل يغير نظام عالمي كامل فجأة. ومن اللحظة دي أمريكا بقت تطبع الدولار زي ما هي عايزة، من غير ما يكون في ذهب يغطيه. بعد ما الدولار بقى ورقة من غير ذهب، أمريكا عملت خطوة عبقرية. اتفقت مع السعودية وباقي دول أوبك إن النفط يتباع بالدولار فقط. يعني اللي عايز يشتري بترول لازم يدفع بالدولار، والبترول هو شريان الحياة للدول. بكده الدولار بقى عملة الطاقة العالمية، ومادام كل الدول محتاجة طاقة يبقى كل الدول محتاجة دولار، وده اللي اسمه بترو دولار. الدولار النهاردة هو عملة الاحتياطي الأولى في العالم، يعني البنوك المركزية مخزنة تريليونات دولار. عملة التجارة الخارجية، شركات العالم بتتعامل بالدولار. عملة شراء السلع العالمية زي القمح، البترول، الحديد، كلها بالدولار. عملة القروض الدولية، لو دولة عايزة قرض تدفع فوايد بالدولار. بالتالي لو الدولار ارتفع العالم كله يتألم، ولو الدولار وقع العالم كله يترعب. وارد، بس هيقع امتى؟ لما يحصل حاجة من 3: العالم يتفق على عملة بديلة، وده شبه مستحيل دلوقتي. ظهور قوة اقتصادية توازي أمريكا زي الصين، بس لسه. فقدان الثقة في النظام المالي الأمريكي نفسه. لكن الحقيقة لحد النهاردة مفيش عملة تقدر تاخد مكانه. الدولار مسيطر لأنه بنى شبكة ضخمة من الاعتماد عليه، في التجارة، في البترول، في البنوك، في القروض، في كل حاجة تقريبا. مش لأنه أقوى عملة ولا لأنه مدعوم بالذهب، لكن لأنه بقى أساس النظام العالمي. وده السبب الحقيقي اللي مخلي الدولار مش مجرد ورقة، لكن مفتاح الاقتصاد العالمي.